2,000 years later. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على اجمل اخوات في الدنيا. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عدى. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه خلاص دخول المدارس علينا. وعايزه اقول لكم بقى ان الفتره ديت بتبقى فتره حلوه جدا عشان بيبقى فيها انتظام وفيها ضبط وفيها ربط وكده. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب كده الفيديوهات اللي انا بقدمها معاكم تعجبكم كده ان شاء الله وتنول اعجابكم. النهارده بقى معايا وجه جديد. ايه رايكم؟ عايزاكم بقى تسلموا على حبايبي. لسه جايباهم جداد. آم، جايبه عصافير وكده. بس منا وعد سموهم اسامي. سموا البنت لؤلؤه وسموا الولد مالك. عايزاكم بقى تختاروا لي اسامي انتوا كمان في الكومنتات، وتقولي رايك فيهم عجبوكم ولا لا. عايزه اقول لكم ان احنا يعني قلنا نغير شويه وكده ونجيب عصافير. عايزه اقول لكم بيدوا طاقه ايجابيه حلوه للمكان بجد والله العظيم. وتحس كده ان هم ايه يعني بيدوا بهجه كده وبيدوا روح حلوه للمكان. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني. طبعا انتوا هتسمعوا في الفيديو طبعا صوتهم، بس بقى اعذروني انا بقيت اقعد بعيد والله عشان اعرف امنتج لكم وكده. هسيبكم بقى شويه تسمعوا صوتهم. يلا بينا، يلا بينا. عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ طبعا هنا منى كانت بتسلم عليكم بقى وتقول لكم عاملين ايه. عاوزه اقول لكم ان منى وعد فرحانين بهم جدا جدا جدا. بصي بقى يا حبيبه قلبي، قبل ما نبتدي في الفيديو انزلي صلي على النبي كده في الكومنتات عشان كلنا نلم حسنات مع بعض. ولكل واحده جديده لسه بتشوفني، انا نوره ودي القناه بتاعتي، نورتيني وشرفتيني. وباذن الله كده تشتركي عشان خاطر تكوني اخت ليا والقناه تكبر باذن الله بيكم وعلى حسكم باذن الله. بصي بقى الفيديو بتاع النهارده تنشيط من الدرجه الاولى، يعني بصي في كل حاجه نفسك فيها. رغاوي بقى ومواعين بقى وغسيل. انا عارفه طبعا الاعمال دي ما بتخلصش من اي بيت. ربنا يا رب يديم علينا نعمه الحياه، ان الحياه دي بتبتنا. فدي بتبقى فعلا نعمه من عند ربنا. ربنا يا رب يديم علينا نعمه الستر ونعمه الصحه ونعمه راحه البال ونعمه الاولاد. ربنا يا رب يا رب يا رب كل اللي ربنا ما كرمهوش ربنا يكرمه ان شاء الله عاجلا غير اجلا بالخلف الصالح. كل من قال امين اللهم امين. بصوا بقى النهارده كان الشمس طالعه زي ما انتم شايفين معايا كده. رحت بقى دخلت العصافير معايا في البلكونه. عايزه اقول لكم ان احلى وقت بيخشوا فيه الساعه 7 الصبح. تمام. اول ما الساعه تيجي 2 والشمس تبقى حاميه بقوم مدخلاهم عشان هم ما بيستحملوش درجه الحراره العاليه قوي دي. وعلى الساعه 4 العصر كده الساعه 5 بتبقى خلاص الشمس بتبقى هاديه بقوم مدخلاهم تاني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى اللي بتوصل معايا لغايه هنا متنسيش لايك الجميل ويلا بينا على الفيديو عشان يشجعك ويحمسك ويديكي طاقه ايجابيه. بصوا بقى انتوا كلكم عارفين ان الروتين بتاع البيت بيتعمل بطريقه عاديه جدا. تمام. بس انا حابه دردش معاكم شويه ونتكلم كده مع بعض شويه، يعني نتسلى شويه مع بعضين. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا معروف ان المدارس لما بتيجي لكل ام طبعا عندها اطفال في المدارس بتبقى مضغوطه، عليها مسؤولية كبيرة. بتبقى طبعا مدارس ودروس وبتاع دوت ومذاكرة. وبتبقى مش عارفة تعمل الأكل امتى ولا عارفة تعمل طلبات بيتها امتى. فأنا حابة إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله أبتدي معاكم أعمل روتينات تنظيفات عميقة للشقة. حتى لو مثلا مش اللي هو كله مرة واحدة وتقلبي الشقة مرة واحدة، لا يعني مثلا بتعملي مثلا المواعين، هتاخدي مثلا ظرف الدولاب الخزين معاكي وتقومي منزلاها منضفاها. يوم تاني مين يا جماعة بيسمع صوت المواعين وهي بتدعك كده وبيحس ان هو بيتنشط ويتشجع وان هو يقوم يخلص اللي وراه. انا عايزه اقول لكم ان انا لما بحب اتفرج على المواعين مثلا وحد بيعملها بحب اتفرج على الصوت وهو كده. مين زيي؟ لو انتوا زيي بقى اكتبوا في التعليقات. نرجع بقى لموضوعنا تاني. كمثلا عندك دولاب الاطفال مثلا، عاوزاكم كلكم بقى ان شاء الله كده تكتبوا لي كومنتات حلوه تشجعوني كده عشان خاطر ان انا مستمر معاكم وكده. وطبعا لكل اخت جديده داخله معايا القناه يا ريت تعرفيني بيكي عشان ارحب بيكي الفيديوهات اللي بعد كده. وعايزاكم بقى تنتظروا ان شاء الله فيديوهات تشجيع وتظبيط وان انت ازاي تعرفي تنظمي وقتك وتعرفي تنظمي ان انت ازاي تعرفي تشتغلي يعني تشتغلي في البيت وكده. وتعرفي في نفس الوقت برضك تتعاملي مع اطفالك وتتعاملي مع الدروس والكلام ده كله.
طبعا الامهات طبعا اللي اطفالها صغيرين طبعا انت يعني الكلام ده مش ليكي دلوقتي، الكلام ده لحبايب قلبي بقى اللي هم ايه، اللي داخلين المدعكه زي ما بيقولوا. ربنا يا رب يقويكم يا رب، يجعله كده عامل بحسكم، اللهم امين. بصوا بقى زي ما انتم شايفين معايا انا كنت بدعك من المواعين. طبعا كان بقالي فتره ما صورتش معاكم بقى روتين في المطبخ والكلام ده، فحبيت بقى ان انا اخش المطبخ واصور معاكم روتين. تمام، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. والله انا بفرح بكل الناس اللي بتخش معايا، واي حد بيكتب لي كومنت بفرح بيه جدا. فعشان كده انا لما باجي اتكلم مثلا معاكم واقول لكم اكتبوا لي كومنت بتاع، عشان خاطر بتفرحوني، يعني كومنتاتكم دي بتفرحني مش اكتر ولا اقل. تمام، زي ما انتم شايفين معايا انا عايزه اقول لكم ان النهارده كان فيديو روتين، يعني فيديو روتين تشجيع من الدرجه الاولى. زي ما انتم شايفين معايا كده نشرت الغسيل وعملت المواعين، ولسه هطلع امسح الشقه كمان، فاهمني؟ اللي هو ايه، يخليكي تتشجعي كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. انا عايزه اقول لكم لما تبقى مثلا مواعين قليله في الحوض وتعمليها، هيبقى اول باول مش هيبقى فيه مواعين، والغسيل كذلك. يعني مثلا لو اول باول تغسلي مش هيبقى فيه غسيل، لكن لما بتسيبي الحاجه فعلا بتتكون وبتبقى كتير. يعني يا ربنا يا رب يبارك في امهات زمان وكده، كانوا دايما دايما، يعني تلاحظيها انت كده في والدتك مثلا، في والدتي، ربنا يا رب يديهم الصحة يا رب ويرحم يا رب كل عزيز وغالي فقدتموه، اللهم امين. دايما تقولك ما تسيبيش معين في الحوض، دايما تقولك ما تسيبيش غسيل، لا خلصي الحاجات دي اول باول عشان ما ايه تتكومش عليكي وكده. هنا بقى كنت بغسل المسحوق اللي انا بوريه لكم دوت، انا عايزه اقول لكم والله العظيم ممتاز بينضف. انا عايزه اقول لكم الاول انا كنت بغسل على غساله عاديه، كنت بحط كلوركس الوان وكرول خام وبحط رابسو عادي، تمام، عشان الغسيل كان ينضف. دلوقتي انا بحط الرابسو دوت وبقوم حاطه كلوركس الوان بس، بسم الله ما شاء الله الغسيل بيطلع على بيطلع على الغساله، يعني بيطلع على المنشر بيزهزه. طبعا اللي بتوصل معايا دلوقتي هنا متنسيش لايك وكومنت حلو. عارفين الناس اللي بتعمل يلا كده واللي على طول كده الحاجة بتخلص؟ يا سلام يا سلام لو الدنيا بالبساطة دي، هنعمل كده الحاجة هتخلص، كده الحاجة مش عارفة ايه. يلا نجرب تاني كده مع بعض. ايه رأيكم؟ ولا السحر ولا شعوذة، خلصنا وانجزنا كل حاجة. هنا بقى انا كنت طبعا بقى الجو كان حر، رحت جايبه على طول ميه بكرول خام على طول. انتوا خلاص حفظتوا، انتوا كده حفظتوا نورة ان الشقة لازم تتمسح ميه بكرول. هنا الغسيل اللي احنا كنا ناشرينه مع بعض، بس ده كان تاني يوم. طبعا الفيديو طبعا بيصور لكم على يومين او 3 ايام على حسب. تمام، هنا كان كلاكيت تاني مرة. زي ما انتم شايفين معايا كده كنت بلم الغسيل. عايزه اقول لكم الحر بجد ربنا بجد يرحمنا، الغسيل بيتحط مفيش ساعه ساعتين وبتلاقي نفسك عايزه تشتريه اصلا من كتر ما الجو ما حر. فربنا يا رب يرحمه. طبعا لكل اخت طبعا او كل اي حد بيتفرج معايا اللي اديها لحد هنا، انا بشكركم، ربنا يا رب يخليكم ويديمكم كده دايما نعمه في حياتي. وطبعا يعني جبر الخاطر ده على ربنا، كل حد بيكبر بخاطري بكلمه، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. وانا بقى زي ما انتم شايفين هخليت منا برضك معايا تعمل معايا. عايزه اقول لكم لكل بنت، يعني كل واحده مثلا عندها بنات مثلا صغيرين وكده، خليها تساعدك في شغل البيت مش عيب، بس ما تجيش عليها، يعني تساعدك في الحاجات اللي هي تقدر تعملها، تملى ازايز مثلا، تروق الصاله مثلا، تشيل الاكياس مثلا، الكلام ده. تمام، عايزه اقول لكم لما تعودي الطفل من هو صغير ان هو يبقى عليه مسؤوليه، هيكبر هيبقى عارف ان هو عليه مسؤوليه، يعني يكبر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فاهم إيه اللي وراه وايه اللي عليه. غير لما يبقى طفل متدلع ما بتخلوش يشيل مسؤوليه حاجه ولا بيعمل حاجه، فهتتعبي، يعني انتي نفسك هتتعبي. لكن ما هو صغير كده مثلا تشيليه مسؤوليه، بس مش تشيليه مسؤوليه كبيره، يعني كبيره قوي عن حجمه، لا الحجم الطبيعي، يعني يساعدك بس في المعتاد. تمام، هنا بقى اللحظة اللي كلنا بنحبها وكلنا بنبقى عايزين نوصل لها. طبعا بعد ما خلصت الشقة وخلصت المواعين بقى رحت مشغلة قرآن، طبعا بيدي طاقة، يعني بيشيل أي طاقة سلبية في البيت. لو في نفس في حسد في أي حاجة، لازم دايما تحصني بيتك، لازم تحصني أولادك، لازم تحصني جوزك، وطبعا بتحصنيهم طبعا بالقرآن. وهنا كنا مشغلين البخور بقى. عايزة أقولك أحلى قعدة في الحياة، تشمي كده ريحة النظافة وانت قاعدة كده وتحسي بانت عايش. يعني تخيلي معايا كده، خشي معايا جوه الفيديو. انا عايزه اقول لكم بالنسبه لاي ست طبعا بتتفرج عليا، وانا عارفه ان الكل بيتفرجوا عليا طبعا ستات طبعا على راسي كده من فوق، يعني متعه، احلى متعه في الحياه لما تبقى شقتك نظيفه، المطبخ نظيف، البوتاجاز نظيف، الكلام ده كله. محدش هيحس بالمتعه دي غير الست اللي زيها، صح ولا لا؟ ويا ريت يعني تشاركوني رايكم كده في الكومنتات وتقولي لي صح ولا لا.
هنا بقى كنت ببخر بقى لولو منه قعدوا يسموها لولو. هما بصوا كل شويه يقولوا لي اسم جديد، ماما احنا هنسمي مالك، ماما احنا هنسمي لولو، ماما احنا مش عارفه هنسمي ايه. فانتوا بقى انزلوا لنا برده في الكومنتات وقولوا لنا يعني اختاروا لنا فيديو يعني اسم كده يكون حلو ليهم. عايزه اقول لكم ان انا يعني عاوزه بكلمه انا لما باجي امسح والكلام ده كله ما بحبش ايد النور خالص، يعني ده كده على ضوء النهار، فاهميني؟ كنت مشغله الاضاءه البسيطه خالص اللي هي اللي بتقيد وتطفي ديت، وكنت بقى ايه فاتحه البلكونه زي ما انتم شايفين معايا كده، وكنت بقى ايه مشغله قرآن. احلى وقت تقعدي فيه الصراحه في البلكونه او مثلا في البيت عامه، والبيت نضيف طبعا، فاهميني؟ احساس مفيش بعده احساس. يا رب الفيديو كده يعجبكم ويكون خفيف كده لطيف ويشجعك ان انت تقومي تخلصي اللي وراكي. انا عارفه والله ان الشغل ما بيخلص والاعمال ما بتخلص، بس اديكي تشجعي ان انت تخلصي اللي وراكي ويبقى دايما عندك انتعاش وكده. وطبعا احنا داخلين على الشتاء، عايزاكم بقى تنتظروا ان شاء الله، هعمل لكم حبه فيديوهات تظبيطات بقى واجواء كده، اجواء شتويه حلوه، وان انت تبقي ازاي يعني تدفي بيتك بقى كده، فاهميني؟ يا رب الفيديو يعجبكم كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.